إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم وبرامج قضايا إريتريا، وفي هذا البرنامج نرحب بكم من قناة سلام الفضائية، ودوما إن شاء الله تعالى نلتقي على خير. وفي بداية لقائنا هذا نرحب بضيفنا الكريم، ضيف البرامج فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، تأتي أهمية قناة سلام والقضايا التي تطرحها وتعالجها، ومن هذا الباب ما هو معروف بالإلحاد، والإلحاد قديم وجديد. وفي سياق معالجة هذا الموضوع لا بد لنا من التطرق إلى وسطية، هذه الوسطية التي يمتاز بها دين الإسلام وتمتاز بها الأمة الإسلامية. هذه الوسطية التي هي مبنية على قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الوسطية التي هي التوازن والاعتدال بين طرفي الغلو والتقصير، والإفراط والتفريط، والإسراف والتقصير. ومن هنا المدخل لبيان ما يتعلق بالإلحاد كشيء يعني شاذ في الفطرة السوية ونحوها. يحب أن يكون الحديث أولا في بنية هذا الموضوع بالتعرف على طبيعة الإسلام وعدله ووسطيته، فليتفضل لتناول هذه الجوانب كمدخل للموضوع فضيلة الدكتور، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله القائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط يعني المتبادر إلى أذهان الناس، الوسط هو ما يتوسط أمرين متباعدين. إذا اعتبرنا أن هنالك مساحة مثلا أو طول ل3 أمتار، فإن الوسط فيه يكون 1.5 متر، وبالتالي عن يسار هذا الشيء وعن يمينه متساويا. هذا معنى من المعاني على كل. بالنسبة للقرآن الكريم، واحدة من معانيه مسألة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي وسط بين التفريط وبين الإفراط. لكن من معاني الوسطية كذلك الخيرية، من معانيها الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يقول أوسطهم نسبة، فالوسط هنا بمعنى خيرهم نسبة. وكذلك من معاني الوسطية العدل والعدالة، فالأمة التي تكون شاهدة على الناس لا بد أن تكون أمة تتصف بالعدالة والعدل. وإذا عندنا في القرآن الكريم معنى الوسطية تعني العدل وتعني الخيرية وتعني الوسط بين شيئين. كل هذه المعاني تنطبق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الأمة الوسط في طبيعة تصوراتها العقائدية، فهي لا تميل إلى طرف الإفراط ولا إلى طرف التفريط. وهي أمة كذلك خيرة، بكنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك هي أمة العدل. نعم، هي أمة العدل، وعدلها نابع من أنها تشربت وحي السماء وامتثلته في حياتها. ووحي السماء مقصده الأساس إقامة القسط وإقامة العدل، ليقوم الناس بالعدل. فلما كان الأمر كذلك، فهي أمة قائمة بالعدل، أمة خيرة، أمة وسط في تصوراتها. لكن بالنسبة للتصورات، بالنسبة للوسطية مثلا فيما يتعلق
الدين كدين كيف يكون دينا وسطا. يعني بعض الناس يتصور الوسطية انك والله تشوف الناس يمين وشمال وبعد ذاك يقول لك انا وسط. لا، الموضوع ليس كذلك. الوسطية هو التزام ما امر الله به. الوسطية تعني التزام ما امر الله تبارك وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسله. هذا هو الوسط بغض النظر ما الذي جاءوا به، لكن هو هكذا الوسط اللي هو إذا كان مفهوم العدل، فالعدل هو ما أمر الله به، الخير هو ما أمر الله به، ما أمر الله به من خير وعدل لن يكون فيه شطط ولن يكون فيه إفراط ولا تفريط. فمعنى الوسطية تقريبا نلتزمه في هذا الاتجاه. فمثلا إذا نظرنا في العقائد وفي الأديان تلاحظ بأن هنالك أديان تركز في البعد الروحي، هنالك أديان تلتزم البعد المادي. فمثلا لو أخذنا اليهودية ركزت في البعد المادي إلى حد كبير، وكان كل قضاياها مادية منظورة مشهودة تحاول أن تزم، حتى وصلوا إلى أرنا الله جهرة، فصارت المادية عندها هي الطاغية. جاءت المسيحية أو جاءت النصرانية لتأخذ في انتهت إليه. طبعا لا نتكلم عن الدين الذي أنزله الله على عيسى، لم يكن بهذا الشيء، لكن ما انتهت إليه النصرانية هو أنها انتهت إلى ديانة روحية تعزف عن الحياة الدنيا وتذهب نحو الرهبنة وتذهب نحو الانقطاع عن الدنيا انقطاعا كليا، فتخفف المآكل، تخفف المشارب، تخفف حتى تمنع الزواج وتزهد في الدنيا. لماذا؟ لأن مملكة الله ليست في الدنيا، إنما مملكته في الآخرة. وهكذا على كل مجموعة مفاهيم تنزع بالناس إلى أن تأخذهم من دنياهم إلى آخرتهم. وربما هذه الحالة شبيهة أيضا بما آلت إليه حالة التصوف في الحالة الإسلامية. لكن دين الله سبحانه وتعالى تعامل مع هذا الإنسان بتكوينه وتركيبه، من هنا تظهر الوسطية. فهذا الإنسان جسد، وهذا الإنسان روح، وهذا الإنسان كذلك عقل. إذن عندنا ثلاثة أشياء. فجاءت الشريعة للاعتناء ببدنه، قالت له أأكل وأشرب وألبس وتمتع وكذا، فلم تعزله عن الحياة، بل إنما حاولت أن تقول له كل واشرب ولكن لا تسرف، أبقى على حياتك، لا تضعف نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية على وجه التحديد قال أنا أصوم وأفطر وآتي النساء. يعني هذه القضايا الفطرية في الإنسان التي يحتاج إلى الإشباع فيها، الإسلام ما جاء ليحرمها ولكن جاء ليضبطها. فإذا عندك البعد المادي، الشريعة لا تقول لك لا تأكل لا تشرب، لا ترهق نفسك، لا تقول لك أأكل وأشرب وحافظ عليه، بل تقول لك المؤمن القوي حتى في بدنه. الأمر الثاني تهتم كذلك بالعقل، فهي ليست أيضا حالة مجردة من العقل، يعني ليست وجدانيات روحية بحتة لا علاقة لها بالتفكير العقلي، بل بالعكس جاءت الشريعة في خصائصها الكلية لتحافظ على على العقل، فمنعت الخمر ومنعت كذا، وقالت لك سير في الأرض، انظر في التاريخ، انظر في خلق الله، حتى تحاول أن تعمل على تشغيل العقل. جاءت كذلك لتحافظ على الروح، على الجانب الروحي، فليست هي حالة مادية بحتة ولا عقلية بحتة، ولكن فيها الجانب الروحي، الجانب الوجداني الذي يتصل بالغيب. فتلاحظ الآن الإسلام عندما نتكلم، وهذه الأمة عندما تتكلم عن الوسطية، فهذه الثلاثية حاضرة في التصور الإسلامي على خلاف الأديان الأخرى، التي إما جنحت نحو المادية، وإما جنحت نحو الروحية، وإما جنحت نحو العقلنة المحضة. لكن الإسلام يوازن بين الفطرة وما بين العقل وما بين الروح وما بين الجسد واحتياجات الجسد، وبالتالي أحكام الله سبحانه وتعالى في إطارها الكلي ستلاحظ بأنها تستصحب معها هذا الجانب. هذا على مستوى التصور الكلي للإسلام. لكن ستلاحظ بعد ذلك كيف نظرة الإسلام في العقائد، ستلاحظ أنها نظرة توحيدية، ليست نظرة مثلا قائمة على الإشراك بالله، أو قائمة على الإنكار لوجود الله، أو قائمة على الإشراك بالله. هذه كلها تعتبر حالات خارجة عن الوسط وعن العدل. ولذلك الدين الإسلامي يقوم على التوحيد في عقيدته. كذلك عندما تأتي إلى الأحكام تلاحظ أن أحكام الله سبحانه وتعالى لا تأخذك نحو الغلو ولا تأخذك نحو التساهل المطلق، ولكنها تدور ما بين هذا وذاك، فتارة تأخذك نحو العزائم، وتارة تعطيك مساحات الرخص، حتى لا يكون الإنسان منبتا تماما عن الرخص، أو يكون والله مشدودا دائما نحو العزائم والشدائد. فهي في أحكامها
كذلك فيها هذا الجانب التوسطي، ولذلك قاعدة التيسير فيها جنوح مثلا التساهل، قاعدة رفع الضرر فيها هذا الجانب، قاعدة إنما الأعمال بالنيات فيها نوع من العزم وفيها نوع من وهكذا. فعلى كل موضوع الأحكام الشرعية أيضا في هذا الجانب. إذا جئت إلى قضية الدعوة ووسطية الدعوة ستلاحظ بأنها قائمة على التبشير في الدعوة، الإسلام قائم على التبشير في الدعوة وعلى التيسير في الفتوى. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرسل أصحابه معاذ بن جبل وإنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا، أو مثلا عندما يرسل الاثنين أبو موسى ومعاذ يقول بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. فإذا في إطار الدعوة يقوم كذلك على، أيضا في إطار الحالة الجهادية، الحالة الجهادية تقوم كذلك على أن الإسلام واقعي في حركته الجهادية، فليس كالتصورات أو الأديان التي تقول لك إذا ضربك على خدك الأيمن مثلا أعطيه أدر له خدك أليس، لا، يقول لك والله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهكذا. فالتوسط والوسطية تأخذ الدين من تصوراته الكلية لتذهب به إلى كل ساحات الحياة، وبالتالي فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا البيان وهذا التأصيل لموضوعنا الذي حقيقة يعني يؤسس ويؤكد على قضية يعني ابتداء الفطرة وسلامتها، ثم هذه الفطرة مرعية يعني بالوحي ومصونة بهذا الوحي لأنها ليست متروكة لذاتها. وأيضا في شريعتنا وديننا العقل محل يعني أيضا له قيمته في أن يعني يتدبر ويتفكر ويسير على ما يعني تضبطه وتوجه إليه أيضا الشريعة ووحي السماء. فضيلة الدكتور، ونحن نبحث موضوع الإلحاد كجنوح أو كخروج عن هذه الأسس وهذه البنية، ما الذي حقيقة يؤدي إلى الخلل، إلى الشطط في التفكير في السير في العمل ليكون خروج عن جادة الصواب؟ ما هو هذا الإلحاد وما مسبباته؟ لعلكم تكرمون بهذا الجوانب. تأسيسا على سؤال الوسطية والوسط، أنا ذكرت أن الوسط هو ليس جنوح ولا هو ميل، لكن الإلحاد سبحان الله نقيض هذا الوضع. يعني الإلحاد هو أن تلزم طرف من الأطراف ولا تلزم الوسط، لا تلزم الوسط ولكنك تجنح. لهذا في اللغة كل ما هو مائل يسمى إيه؟ يسمى لحد، اللام والحاء والدال. عندك الآن مثلا في القبر عندك الشق الذي يكون في وسط القبر واللحد الذي يكون في طرف إيه؟ الحفرة تكون في طرف القبر، هذا يسمى اللحد. وبالتالي كل من مال عن الشيء المستقيم يسمونه إيه؟ الحدة. فقد يكون إلحادا في السلوك، وقد يكون إلحادا في القول، وقد يكون إلحاد في التصرفات، فهذا من حيث اللغة هو الميل. لكن لو جينا من حيث الاصطلاح الشرعي سنلاحظ بأن كل ميل عما جاء به، عن كل ميل عن الحقائق المعلومة، سواء كانت هذه الحقائق حقائق غيبية أو كانت حقائق في عالم الشهادة أو كانت حقائق من الوحي والكتاب المنزل، فكل شخص يميل عن هذا يسمى ملحدا. فلاحظ هنا بأن الشريعة الإلحاد عندها أوسع من الإلحاد الذي نفهمه في الواقع المعاصر. فمثلا إنكار وجود الله سبحانه وتعالى هذا أشهر أنواع الإلحاد. يعني ربما الآن لما يقال فلان ملحد أول ما يتبادر إلى الذهن أنه ينكر إيه؟ ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ملحد بلا شك، في القرآن نفسه هذا يعتبر إيه؟ ملحد، لأنه مال عن الفطرة، مال عن العقل، مال عن الوحي، مال ميلا عظيما، ولم يكن ميله حتى ميلا بسيطا، ولكنه ميل كبير وخطير وله آثار كارثية ربما في الحاضر وفي المستقبل. لكن الشريعة تتوسع في مفهوم الإلحاد ليكون ليس الإلحاد فقط في إنكار الذات، ولكن قد يكون الإلحاد والميل عن إدراك وصف الذات في صورة وصف الذات كما وصف الله بها نفسه، أو تسمية الذات بأسماء لم يسمي الله بها نفسه، فهذا يدخل في إلحاد الأسماء وإلحاد الصفات. فكل من يعطلون صفات الله يسمون في الشريعة ملحدون، وكل من ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى
يسمون ملحدين. وكل من يحاول أن يخرج بأسماء الله الحسنى وصفاته إلى جهات أخرى أيضا يسمى ملحد، وهكذا. فالإلحاد في الشريعة أوسع من الإلحاد في عرفنا السائد. أيضا مما يدخل في الإلحاد، يعني قد يكون الإنسان مؤمن بوجود الله لكنه ينكر النبوات، هذا أيضا في الإلحاد. يعني ينكر الرسالات، ينكر كذا، يسمى ذلك أيضا إلحادا. قد ينكر كذلك الإنسان الآخرة، بمعنى يقول لك والله الله موجود والله خلق كذا لكن ما في شيء اسمه آخرة. فإذا خلينا نقول بأنه والله مسألة الإلحاد لا تنحصر فقط في زاوية واحدة، وبالتالي لا بد أن نوسع المفهوم حتى نشمل كافة أنواع. وإذا جينا نقول في نهاية المطاف بأنه والله الإلحاد الذي فيه إنكار وجود الله يتضمن كل أشكال الإنكار الأخرى، لأنه هذا أعلى واحد. الذي أنكر وجود الله لا تنتظر منه النبوات، إيمان بالنبوة والرسالة، ولا تنتظر منه إيمان بالملائكة، ولا تنتظر منه إيمان بالجنة والنار، ولا إيمان بالآخرة. فهو تماما الذي وصل إنكار بالله، لأن كل هذه فروع عن إيه؟ عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن هنالك من يتصف بالإلحاد الجزئي إن صح التعبير. الإلحاد الجزئي هذا شخص يقول لك والله أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن أن الله يتدخل في الكون بأوامره ونواهيه. ودي طبعا دخلت فيها كثير من الفئات، خاصة الآن من يسمون بالتيارات العلمانية، هي شكل من أشكال الإلحاد. هو حتى لو كان يصوم ويصلي وكل شيء لكنه يأخذ الدين في بعده الفردي ويحاول أن ينكر الدين في بعده إيه؟ الجماعي والبعد الحياتي، وبالتالي هذا شكل من أشكال الإلحاد، بمعنى أنه انحرف عن جادة الفهم الصحي للدين واختزله في مساحات معينة. فهذه كلها خلينا نقول بأن هي مساحات من الإلحاد. لكن الإلحاد الجزئي قد يؤدي بنا إلى الإلحاد إيه؟ الكلي. هنالك أيضا الإلحاد العملي وليس الإلحاد التصوري والنظري. بعض أنواع الملحدين بيقول لك أنا خلاص لا أؤمن بالله، مش كده؟ لا يؤمن بالله ولا بوجوده جل جلاله. هذا شكل، لكن في إلحاد عملي والعياذ بالله هذا قد تقع فيه مساحات واسعة من البشر، وهو أنه يتصرف في حياته بعيدا عن استشعار الله الذي هو يقول لك تؤمن بالله، يقول لك أؤمن بالله. طيب ما هو أثر اعترافه بوجود الله في حياته وسلوكه؟ فتلاحظ هنا يحصل شكل من أشكال الإلحاد العملي. لا يراعي الله في دواخله فلا تحجزه مخافة الله عن شيء، ولا يراعي الله في أحكامه فحياته كلها تفسخ ولا يلتزم مطلقا لا بأمر ولا بنهي، وطبيعة تصوره للحياة ليست منطلقة من وحي ولا من شريعة. وبالتالي هذا النوع أيضا شكل من أشكال إيه؟ الإلحاد. ولكن الإلحاد النظري شيء والإلحاد العملي إيه؟ شيء آخر. هذه كلها على كل تدخل معنا أول في مساحات الإلحاد التي يفترض ونحن نتكلم عن أسبابها لا بد أن ندرج هذا الجانب. إذا جئنا إلى موضوع الأسباب الحقيقية لفشو الإلحاد، أول خلينا نقول هو ليس ظاهرة حديثة، يعني الإلحاد قديم، وربما أول حالة إلحاد سجلت في التاريخ منذ آلاف السنين في الكتب التي كتبت في الهند. يعني في المشرق في الهند ظهرت ظواهر الإلحاد وعدم الإيمان بالله والإنكار. ثم ظهرت بعد ذلك في اليونان، أيضا ظهر عدد من اليونانيين يقولون بعدم وجود الله سبحانه وتعالى. ظهرت في داخل اليونان أيضا من يقولون بوجود الله ولكن بتعطيل الله عن أن يتدخل في حياة البشر، كأنما شخص صنع الكمبيوتر وأعطاك الروشتة بتاعت الكمبيوتر وأعطاك السي دي الذي تستطيع أن تتعامل معه، لكن بعد كده ما يتدخل في هذا الكون. يعني كأنما الله ليس فاعل ولا مريد، بعد أن خلق ترك الخلق على ما. هذا شكل من أشكال أيضا الإلحاد. فالإلحاد ظاهرة تاريخية وليس ظاهرة إيه؟ ظاهرة حديثة. مؤدى بنية الإلحاد ستلاحظ بأن البنية الأساسية للإلحاد أولها الجهل. أولها الجهل. الجهل بحقائق العلم. والعلم هنا عندما أتكلم العلم بكل أبعاده، لأنه عندنا العلم المادي الذي انحصر العلوم كلها في عالم الشهادة، هذا نفسه واحد من الأسباب التي تؤدي بنا إلى الإلحاد بطبيعة الحال، لأن عدم العلم مثلا بالقواعد العقلية، جاهل مثلا شخص بالقواعد، عدم العلم بالقواعد الشرعية كيف يتم الوصول إلى، عدم العلم بقواعد الفطرة، هذه كلها أشياء تساعد الإنسان في مسألة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فأول شيء يعني يمكن أن نقول يؤدي
إلى الإلحاد هو الجهل. وصدق من قال بأن الإلحاد حقيقته عدم العلم، حقيقته عدم العلم. وبالتالي لا يصح للملحد أن يقول بأنه يستند إلى العلم، ولكن من حقه أن يقول بأني لا أعلم. وهذا أصدق حالة، إنه أنت فعلا تنفي وتنكر، أليس كذلك؟ يعني المثبت يستطيع أن يقول أنا أجادل في الإثبات، لكن هذا الذي ينكر ليس له ما يجادل عنه، فغاية ما عنده يقول لك أنا لا أعرف الشيء، مش كده؟ فقولك لا أعرف الشيء هذا جهل. هذه أول نقطة لا بد أن تكون مدخل لمعرفتنا بالأسباب الحقيقية. فهو إشكالية الملحد أنه يجهل الشيء الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى، وبالتالي ينسب إلى دائرة إيه؟ دائرة الجهل. الأمر الثاني الاعتماد المحض على العقل فيما لا قدرة للعقل على الوصول إليه. هنا عشان أفكفك المسألة، يعني لست ضد استخدام العقل في الوصول إلى الله، لأن هذا العقل أصلا هيأه الله ليوصل إليه، هيأه الله ليوصل إليه. وبالتالي أول ما سنناقش الملحد سنناقشه بجوانب العقلية، لكن أريد أن أقول بأن أحيانا العقل يتصور بأنه يبالغ بعض الناس في مفهوم العقل، فيتصور بأن العقل يمكنه الوصول إلى كل الحقائق. نحن نقول له لا، ليس كذلك. العقل عنده مساحات يعمل فيها، وعنده مساحات لا يعمل فيها. عنده مساحات يعمل فيها، عنده مساحات لا يعمل فيها. فالعقل يعمل في المساحات التي تدخل ضمن قوانين العقل، لكنه لا يستطيع أن يتدخل فيما هو. أيضا المبالغة في تقديس العلم المادي، وهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة التي تسببت في الإلحاد وإلى يومنا هذا في أوروبا على وجه التحديد. عندما اعتمدت أوروبا نتيجة الصراع مع الكنيسة ونتيجة الصراع مع الدين الذي كان يواجه دائما قضية العلم، حاولوا أن يخرجوا بالعلم إلى مفهوم عالم الشهادة، ويطلعوا كل ما له علاقة بعالم الغيب من دائرة العلم. فالعلم عندهم ما عرف بالحواس، ما عرف بالتجارب، ما يمكن أن نتوصل إليه. وبالتالي هذا النوع من المبالغة في العقل، وكذلك المبالغة في مفهوم العلم وحصر العلم في دوائر المادة، ستلاحظ يؤدي بنا إلى كثير من الطلاب الآن الذين يدرسون في الجامعات وخاصة يدرسون الفيزياء، ستلاحظ بأن مشكلتهم بأنه والله يريد أن يتعامل مع قضية الإله كما يتعامل مع مع الفيزياء، 1 زائد 1 يساوي يساوي 2. فهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا. وبالتالي إذا أردنا أن نتعامل بشكل صحيح لابد أن يكون ندرك مساحات عمل العقل ومساحات عمل العلم، مساحات عمل العلم. فالعلم بمعلومهم بتعريفهم هو ما ثبت بالحس والتجربة، مش كده؟ نعم. طبعا هنا طلعوا مفهوم الوحي. نحن بالنسبة لنا العلم ما ثبت بالوحي والحس والتجربة، هذا علم كله يعتبر علم. فنحن ندخل بطبيعة الحال كل ما جاء عن الوحي يشكل عندنا علم، معلومات كثيرة جدا تحصلنا عليها عن طريق طريق الوحي. فعندما يتم تنحية الوحي عن مسألة النظر في العلم، هنا أيضا يسبب الإلحاد. أيضا ستلاحظ بعض الناس عنده مشكلة الهوى والكبر. هو يدرك بأن الله يا أخي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه واحد من الإشكالات أيضا التي بعض الناس مسألة التقليد، أنه والله وجد مجتمع، وجد طريق، وجد عنده شخص يثق فيه، عنده عالم من العلماء يثق فيه وهذا العالم ملحد، أو وجد أسرة على نمط معين. فالتقليد واحد من الأسباب التي تؤدي إلى. أيضا بعض الناس دوافعهم هو اتباع الظنون، عنده حجم كبير جدا من الشبهات والشكوك، ولا يستطيع أن يصل من خلال هذه الشبهات وهذه الشكوك إلى الحقائق. لماذا؟ لأنه هو كل يوم يتشرب شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. طيب هنا ستلاحظ الشهوات تلعب دور كبير جدا، وخصوصا بعض الناس يريد أن يدخل في الشهوات ويجد الحاجز أمامه فكرة الله والأديان والشرائع وكذا، فماذا يفعل؟ يخرج من هذه الدائرة بالإلحاد. يريح نفسه، يقول لك أنا والله ما تطالبني بقال الله ولا تطالبني بقال الرسول وكذا. لماذا؟ يريد أن يكون حرا في شهواتي. هذا أيضا واحد من الإشكال. أيضا بعض الناس تكون عنده حالة نفسية، ودي طبعا كثير من العلماء أشاروا إلى أن
الإلحاد موقف نفسي أكثر مما هنا موقف عقلي. يعني تجد أن الشخص ولو درست حللت الأشخاص الذين وقعوا في الإلحاد ستجد أن هنالك مشكلة نفسية. هذه المشكلة النفسية تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى معرفة في طفولته، كيف نشأ، كيف كذا. بعض الناس بيمر بأحوال صعبة، وهنا خلينا نربط الجانب النفسي مع الجانب الاجتماعي. الجانب النفسي مع الجانب الاجتماعي. أيضا الشخص ينشأ ضمن بيئة اجتماعية معينة، ضمن حالة انعزال معين، مرت به تجربة حياتية، الحروب، الكوارث، كثير من هذه القضايا أيضا تؤدي بطبيعة الحال إلى أن يصل الإنسان والعياذ بالله إلى الإلحاد. أيضا المناقشات التي تجري مع أشخاص لا قدرة لهم في الردود على شبهات الملحدين. شخص يتشرب الإلحاد ثم يذهب إلى شيخ من الشيوخ، والشيخ هذا ما عنده قدرة، ما عنده قدرة على إيه؟ على نقاش شخص ملحد، لأن طريقة التربية التي تربى عليها والعلم الذي تلقاه علم منقول وليس علما عقليا، فلا يعرف النقاش العقلي، وليس له قدرة على العلوم التجريبية بحيث يستثمر العلوم التجريبية والعلوم العقلية لمناقشة هذا الشخص، وليس له قدرة على العلوم النفسية فيناقش، فتجده مسكين يجاوب إجابات على قدر حاله زي ما يقولوا. هنا الملحد لما يشعر الإجابة غير مقنعة يشعر كأنه انتصر وإذا حجته قوية. أدخل أخيرا إلى الجزئية هذه. إذا أضفت إليها عنصر الشيطان الذي يعمل باستمرار لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فالشيطان عامل أساسي في الخروج عن دائرة الصواب، لأن الصراط المستقيم هو الاستقامة والوسطية، والخروج عن الصراط المستقيم هي حالة شيطانية يقوم الشيطان على رأس الدعوة إليها. وبالتالي كثير من الناس والعياذ بالله إغراء الشيطان. وهنا عندما أتكلم عن الشيطان سواء كانوا شياطين الجن الذين يوسوسون ويهمسون أو كانوا شياطين الإنس الذين أيضا يصطحبون بعضهم البعض. فإذا شخص صاحب شخص ملحد لن تنتظر منه إلا أن يكون بعد فترة من الزمن ويجاريه دون أن يكون بينهم أي مفاصلة، يؤثر هذا أيضا على الإنسان بطبيعة الحال. أحسن الله إليكم. حقيقة قد تناولتم نقاط عديدة ومهمة، ولا شك حقيقة ضمن ما ذكر أنه هنالك يعني علاقة قوية بين الإلحاد وطرحهم الإلحادي، وأيضا قضية اللي هي القضية الخلقية، وقضية يعني حقيقة تستهوي يعني السامع، وخاصة الذي يخلو يعني بنيته الفكرية والعلمية من التأسيس السليم، وخاصة فئة الشباب. ومن هنا يعني نحب أن تؤكدوا لنا على أن الشباب خاصة وفي عصرنا الحاضر قد يعني كثرت منافذ الاتصال وتوسعت من خلال عالم التواصل والفضاء، يعني بث يعني حقيقة كثير من هؤلاء الذين نستطيع أن نقول يطرحون أفكارا إلحادية، سواء كانت يعني في الفهم والفكر أو كانت كذلك عبر بوابة الأخلاق. فمن هنا ما هي الوصفة والجرعة لشبابنا اليوم حتى يحسنوا نفسهم من أن لا يقعوا في يعني طائلة وشباك هؤلاء الملحدين، وخاصة في يعني باب الشهوات والشبهات؟ يعني كيف يتعامل الشاب الطري الذي حقيقة ينبغي أن يعني يؤصل بنيته وهو يجد أمامه كم هائل من هذه الأفكار مبثوثة؟ يعني يمكن نأكد عليها، وقد يمكن أشرتم إلى النقطة هذه. طيب، أول موضوع الأخلاق، موضوع الأخلاق وصلته بالدين. طبعا موضوع الأخلاق لا تستطيع أن تفصله عن الدين. نعم. والإلحاد كما يقول علي عزت بوغوفيتش، الأخلاق الإلحاد ليس فكرة أخلاقية. الإيمان هو فكرة أخلاقية. نعم. يعني الإنسان الذي يقيم صلة مع الله ابتداء هذا موقف أخلاقي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق أخلاقيا أن تدين له بالولاء، تدين له بالمحبة، تدين له بالطاعة. هذا موقف أخلاقي. بمعنى الموقف الأخلاقي هو أن تحسن إلى من أحسن إليك. لما يأتي الملحد وينكر، هذا أول شيء خروج عن إيه؟ عن دائرة الاعتراف بالإنعام الذي أنعم الله به عليه. فأول خروج للإنسان عن دائرة الأخلاق هو نكرانه لوجود الله سبحانه وتعالى. هذا موقف غير أخلاقي. طيب، لكنه في نفس الوقت على عزة يشير إلى أن الإلحاد ليس أخلاقيا
ولكن قد يكون هنالك ملاحدة أخلاقيون. طيب كيف يكون والله ملحد عنده أخلاق والإلحاد في بنيته الأساسية ليس أخلاقيا؟ فيقول بأن الأخلاق التي تجدها في الملحد لا علاقة لها بإيه؟ بالموقف الأخلاقي الأصيل الإيماني النابع من فكرة الإيمان. لا، موقف الأخلاقي إما أنه بقايا فطرة راسخة عنده، إما أنه بقايا بيئة متأثر بالبيئة، إما أنه مواقف ذاتية يصنعها من تلقاء نفسه بحيث الله يكيف نفسه على هذا الوضع، إما أنه يريد أن لا يخرج عن سياق المجتمع في البعد الأخلاقي، إما أنها حالة من الخوف من أن يطاله قانون المجتمع أو قانون السلطة. يعني إذا رأيت ملحد أراد أن يكون أخلاقيا ما تخرجها عن هذه الأحوال، لا تخرج عن هذه، لكن بنيته ليست أخلاقية. يعني البنية الأساسية للأخلاق للإلحاد لا يمكن أن نقول في إلحاد وفي شنو؟ في أخلاق. لماذا؟ لأنك بمجرد أن أنكرت وجود الله وأنكرت الآخرة وأنكرت الدين، معنى ذلك أنت بطبيعة الحال تنكر كل القيم ذات البعد إيه؟ ذات البعد غير المادي. والإلحاد حالة مادية، فهو مثلا التضحية لا قيمة لها عنده، لا يرى ليش أضحي؟ أنت تقول والله الآن أضحي لأنه تنتظرني الجنة، مش كده؟ أبر الوالدين لما في ذلك من الأجر والثواب، أجاهد في سبيل الله وأحمي الحرمات لأن الله أعد لي جنة، مش كده؟ أتجنب المنكرات الفواحش لأن هنالك إله يراقبني وحرم ذلك وهنالك نار. إذن الموقف الأخلاقي المبني على فكرة المسؤولية الملحد ما عنده لعب. وتكمن هنا خطورة الإلحاد. يعني عندما تنتشر حالة الإلحاد في المجتمع ويتساهل معها المجتمع، حاليا يتصورونها حالات فردية، إنه والله هنا وهناك كذا أفراد، لكن مجرد أن تنمو هذه الحالة فأنت أمام مجتمع لا يحرسه إلا الشرطة ولا تحرسه إلا القوة الباطشة، لكن في نفسه ليس هنالك ما يدعوه أصلا إلى أن يخاف. فمن حقه أن يسرق، من حقه أن يغتصب، من حقه أن هو فقط في نهاية المطاف حتى فيما يمتنع عنه سيقول لك والله القانون يمنع، والقانون إيه؟ هو صح تجرد من القانون الإلهي ولكن بقي أمام التزامات القوانين البشرية، فيقول لك هذا ممنوع وهذا إيه؟ غير بناء على تصوراته المادية أو تصوراته القانونية. فهو يقول لك والله أنا امتنع عن كل ما منعه القانون والتزم بكل ما أمرني به إيه؟ به القانون. فهنا خطورة غياب البعد الأخلاقي في المجتمعات، وبالتالي لا بد أن ينظر الناس إلى مخاطر الإلحاد في البعد الأخلاقي. فعندما ترى مثلا غياب للحالة الأخلاقية، معنى ذلك هنا غياب للمعنى الكلي للحياة. الملحد لا معنى لحياته، يعني هو هكذا يراها حالة مادية تنتهي ب70 سنة 80 سنة التي يعيشها. إذا المعنى الوجودي معنى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هي بالنسبة له الحياة عبثية. الحياة عبثية لا معنى لها. أن تخاطبه بمعنى للحياة هذه بالنسبة له تناقض إيه؟ تناقض الإلحاد. أيضا ستلاحظ بأن نظرا لغيابه في الحالة الأخلاقية فهو يميل إلى الفساد، يميل إلى التفسخ، يميل التحلل عن كل الالتزامات ذات البعد الأخلاقي. فأنت لا تستطيع أن تخاطبه ببر الوالدين، ولا أن تخاطبه بترك الفواحش، ولا أن تخاطبه بعدم قتل النفوس والاعتداء عليها. لماذا؟ لأن البعد الأخلاقي عنده غير حاضر. فحقيقة أخطر ما يمكن أن ينعكس على غياب الإيمان بالله وسيطرة فكرة الإلحاد هو التفسخ عن القيم الأخلاقية، بحيث لا يكون له ضمير في داخله يردعه عن وبالتالي الإلحاد خطورته تنزع عن الإنسان البعد الجواني الداخلي الذي يجعله يمتنع عن الشيء من تلقاء نفسه. لذلك في بعض البلدان إذا حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا مرة من المرات قطعت الكهرباء للحظات أقل من 5 دقائق، سجلت حجم جرائم هذا المجتمع. لماذا؟ لأن كل هذا المجتمع محروس بالكاميرات. المؤمن كاميرته في داخله، يعني لا ينتظر أن والله تكون كاميرا تصوره في ناس يرونه، لا، الإيمان يرسخ في الفكرة الأخلاقية القائمة على الرقابة الذاتية، أنك أنت والله الله يراقبك، الله يراني، أن الله يرى، أن الله يرى. هذه ليست فكرة بسيطة، فهو يرى ويسمع ويراقب ويحرس ويحمي.
فهذه كلها يستصحبها المؤمن. الملحد يتحرر من هذه كلها ويكون شخصا متفلتا. بارك الله فيكم. حقيقة الوقت يتسارقنا، ولكن هناك يعني قضيتين مهمتين لعل من الإشارة إليهما فيما سبق. من حقيقة كانت هناك يعني طوائف وفرق كثيرة يعني باطنية وغيرها ومسميات عديدة يعني أخذ فيها الإلحاد ما أخذه، لعل من إشارة لواقعنا الأريتري، واقعنا المسلم عامة الآن، من تتلوث ب يعني هذه الأفكار الإلحادية في بنيتها أو في شيء من أيضا قد يكون بعد المسمى له بريقه، لكن ربما أيضا يتواجد فيه ما يدعو إلى الحذر منه من بعض المسميات وبعض المفاهيم. هذه نقطة. ونقطة أخرى مخاطر حقيقة، كيف نخاطب هذا الملحد؟ ما الذي يعني نحذره منه؟ ما هي عواقبه بما يمكن أن يختم به إن شاء الله؟ بارك الله فيك. الله يجزيك الخير. حقيقة الموضوع أول طويل، قصة الحالة الإريترية وموضوع الإلحاد. أنا أعتقد غالب التنظيمات التي حاولت أن تؤسس بنيتها على إقصاء الدين ومحاربة الدين أحيانا، يعني عندما يقوم حركة أو تقوم دولة أو يقوم حزب من الأحزاب فينحي الدين تماما عن ساحة العمل. أول شيء يقول لك أبعد الدين. طيب مجرد أنا أبعدت الدين تلقائيا دخلت في حالة من شكل من أشكال الإلحاد. صحيح ممكن هو نفسه شخص يكون يؤمن بالله، يقول لك أنا أؤمن بالله لأنه دخل هو مسلم، قد يكون أيضا مسيحي يقول لك أؤمن بالله، لكن عمليا ليس لله أي حضور في حياتي. هذه موجودة. خلينا نقول في الساحة الأريترية هنالك مساحة واسعة للإلحاد، خاصة لتلك التنظيمات وتلك المجموعات التي لا ترى للدين أثر في حياته، أو تقول لك والله خلي الدين مساحة فردية. هؤلاء يبدأون بالجزئيات وينتهي بهم الأمر في الكليات. يعني في منهم من ينكر وجود الله تبارك وتعالى، وهذا أعرف منهم كثير. يعني كثير من الناس يقول لك والله أنا موضوع الدين لا أؤمن به، موضوع الله لا أؤمن به، كثير، خاصة الشباب الذين نشأوا في الفكر الشيوعي على وجه التحديد. الفكر الشيوعي روحها الإلحاد. الفكر الشيوعي روحها الإلحاد. ماركس من أكثر من نظر الإلحاد، الدين أفيهن الشعوب مقولتهم المعروفة، وبالتالي هم ينحون الدين، وبالتالي فالإلحاد موجود، وبالتالي كثير من ما ينشأ من ظواهر في داخل المجتمع تكون نتيجة هذه الأسباب. وبالتالي الحالة الإريترية الإلحاد فيها على كل موجود وحاضر. فيما يتعلق بالمخاطر التي يمكن أن أو الخطر الذي يمكن أن ينتظر هذا الملحد، خطر أو قبلها كيف يمكن أن نناقش هذا الملحد؟ النقاش الذي يكون مع الملحد لا بد أن يعني هو طبعا بطبيعة الحال لا تستطيع أن تقنعه بقال الله قال رسول، هذه النقطة أولا لا بد. لكن القرآن الكريم عنده في منهجياته أو في طريقة نقاشه عنده أكثر من حالة. عنده الالتفات إلى الفطرة وإلى النفس، وعنده الالتفات إلى العقل، وعنده الالتفات إلى النقل. هذه الثلاثة كلها يتضمنها يتضمنها القرآن الكريم. فيخاطب فيك النفس. الله سبحانه وتعالى لما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالنظر في النفس البشرية، التعامل مع خصائصها، خاصة مفهوم الفطرة، هذا المفهوم الذي يقاوم الملحد. هذا واحد من الملاحدة قال كتبت كتابا عن الإلحاد فلما ختمته وأردت أن أنام وذهبت لأطفئ النور قال خفت من الله. يعني كل هذا ايش هو الآن كتب ما أملاه العقل، لاحظت؟ لكنه لم يستطع أن يصمد أمام نبضات القلب، أمام إيحاء النفس، أمام المركوز الداخلي في إنه والله الله موجود. هذا الله موجود، هذا العهد القديم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا العهد اللي هو عهد الفطرة يجعل دائما الملحد في إشكال، في قلق، في اضطراب، في سؤال المصير إلى أين. هذا القلق النفسي. فأنت إذا أردت أن تناقش الملحد لا بد أن تنظر إلى بعد الفطرة وأن تستثمر حقائق العلوم أيا كانت هذه العلوم، علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، علوم الرياضيات، يمكن أن تستثمر بشكل كبير. وهذا طبعا وفق فيه كثير من الناس في استثمار موضوع العلوم لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وخاصة فيما يتعلق بنظرية الصدفة. يعني كم نسبة الاحتمال وفق قانون الإحصاء إنه والله أو قانون الاحتمالات إنه يمكن للكون أن يخلق صدفة.
ستلاحظ بأنه حسابيا تكاد تكون معدومة. أن تصل بالعلم التجريبي أن هذا الكون يمكن أن يكون خلق نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لاحظ كيف أن القرآن هنا تناول عقلي محض. يقول لك أم خلقوا من غير شيء، يعني الملحد ليس أمامه إلا أن يقول أني خلقت من لا شيء. هذا منطق عقليا غير مقبول ولا يتقبله العقل. أن العقل عنده قانون السببية، وبالتالي عقليا هذا القضية خلقنا من غير شيء مرفوضة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أو يثبت أنهم خلقوا أنفسهم وهم لا يدعون ذلك. كل الملاحد ما في زول يقول لك أنا خلقت إيه؟ خلقته. هو قد يقول لك والله أنا خلقت من غير شيء، هروبا من دائرة إيه؟ دائرة الاعتراف بالله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ده على مستوى النفس. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لاحظ الآن تكلم في دوائر النفس بسؤالين عقليين، وتكلم نقلك بعد ذلك من الحالة النفسية إلى الحالة إيه؟ الآفاق. أي تخلين طيب ما الذي خلق السماوات والأرض؟ نفس السؤال، إما أنك خلقتها أو خلقت نفسها أو خلقت من غير شيء، وكلها منطقيا وعقليا ليست. وبالتالي المدخل الصحيح، وهذا عندما يناقش الناس لا بد أن تكون عنده القدرة على إعمال قواعد المنطق وقواعد العقل، وكيف لا يحصل التناقض أثناء المناقشات، ثم استثمار كذلك القرآن الكريم فيما يطرقه من مناقشات للملاحدة. فيما يطرق من الأرض. هنا لا نقول نحن ما حد يقول له قال الله طبيعة الحال، هو أصلا لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله، لكن تستثمر. أنا أقول القرآن فيه الكثير من المناقشات التي تستطيع أن تثبت بها يعني المنطق. ثم أيضا مهم جدا في المناقشات، لأنه ستصل إلى إشكالية كبيرة جدا مع الملحد، وهو الملحد خلاص لما تحاول تحاصره بالقوانين العقلية والقوانين التجريبية والعلم بأنه لا يمكن لهذا الكون إلا أن يكون مخلوقا ولا بد له من خالق، مباشرة هو يقفز منك في هذه اللحظة إلى جزئية خطيرة جدا، وهو يقول لك خلاص نفس الطريقة نسأل سؤال الخلق للخالق. لاحظت؟ فمن خلق الله؟ طبعا هنا السؤال كما يقول الذين لهم خبرة بالإلحاد، سؤال الخلق يختلف عن سؤال الخالق. سؤال الخلق لأنه أصلا مخلوق، فأنت تسأل من خلق الخلق، مش كده؟ لكن سؤال الخالق لا يمكن أن يكون بنفس منطق سؤال إيه؟ سؤال المخلوقين. فسؤال المخلوقين يبنى على سؤال من خلقهم. سؤال واجب الوجود، أي أن الله القائم بذاته جل جلاله لا يخضع لمنطق إيه؟ منطق القانون الذي نحاكم به المخلوقات، وبالتالي ضع العقل يكون عاجزا عند سؤال الخالق، ليس عاجزا عن سؤال المخلوق. يعني في النهاية يجب أن ينتهي الأمر هناك وليس إيه؟ وليس هنا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في ختام لقائنا هذا نشكر المستمعين والمستمعات على حسن استماعكم، ونأمل أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، وجزا الله خيرا فضيلة الدكتور حسن على ما قدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعصم أجيالنا في عقولهم وفي إيمانهم من مثل هذه الأمراض كالإلحاد وغيره. إلى أن نلتقي معكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا